أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. شهادة اعتقاد وعلم وجزم ويقين أنه لا يضر وينفع ولا يعطي ويمنع ولا يصل ويقطع ولا يفرق ويجمع ولا يخفض ويرفع ولا يؤمن ويردع إلا الله. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، اصطفاه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة وهداية وضياء للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حملوا لواء هذا الدين وخرجوا للعالمين فاتحين ناصحين مقتدين بسيد الأنبياء والمرسلين، فكانوا سادة للعالمين أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته والتمسك بشريعته وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأحذركم وإياي وبال عصيانه ومخالفة أمره. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم،
صلى الله عليه وسلم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هكذا بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفي قرآنه المجيد النظرة السلبية والنظرة الإيجابية لفريقين اثنين من المؤمنين. وهكذا أراد الله عز وجل أن يجعل من الإنسان عزيزا خليفة في الأرض، فقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فنظروا نظرة سلبية محبطة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الإنسان الذي وصمتموه ووصفتموه بأنه سيفسد في الأرض، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء السابع بعد 105 ومع راية التوحيد فارفعوها بعزة الله. ما زلنا وإياكم نستمطر من دروس العبر والعظة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وحتى نربط الوقائع ببعضها، تعالوا معي مباشرة لننتقل إلى بيت النبوة، حيث نلتقي مع سيد الخلق وحبيب الحق صلوات الله وسلامه عليه، ومع أمنا خديجة رضي الله عنها. وإلى أن نصل إلى هناك نريد أن نصلي على رسول الله. تقدموا إلى الأمام قليلا بارك الله بكم، خاصة عند الباب. لقد رأينا في خطبتنا الماضية واستمطرنا من كلمات سيدتنا خديجة رضي الله عنها 3 أمور ينبغي أن تكون واقعية في مجتمعنا. الأمر الأول أنها رفعت معنويات رسول الله، أو أولا رفعت من رسول الله حتى طمأنت، حتى هدأ منه الخوف، ثم ثبتت، ثم راحت تنثر عليه تلك الصفات التي من خلالها رفعت معنوياته، حتى كان هذا الرسول كأشد ما كان عليه من قوة. وقلنا إن هذه النظرة نظرة يفتقر إليها مجتمعنا اليوم. نعم، مجتمعنا اليوم يفتقر إلى هذه النظرة الإيجابية التي من خلالها يتكون المؤمن وينهض ويكون قويا عزيزا. ونحن في مجتمعاتنا كما أسلفنا في خطبتنا الماضية ومع كل أسف ننظر إلى النقاط السلبية عند بعضنا البعض ونشير إليها. فكم من مريض زرناه، كم من مريض زرناه فيدخل إليه الزائر فيقول له كلمات تحبط معنوياته. أتدرون ماذا قال رجل جاء إلى مريض ليعوده؟ أتدرون ماذا قال؟ وبين قوسين في اللغة العامية نقول: تعالوا لنشق على فلان، ونشق من المشقة وهي كلمة خلاف الشرع، بل نقول: تعالوا لنعود فلانا أو لنزور فلانا، هذا هو الشرع وهذه هي. قالت الله تعالى: عبدي أما علمت أني مرضت فلم تعدني؟ قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض ولو زرته لوجدتني عنده، أو لو عدته لوجدتني عنده؟ دخل إلى المريض فسأله عن مرضي، فقال: مرضي كذا وكذا. قال: معقول؟ لقد مرض فيه فلان فمات بعد أسبوع. فأحبط معنويات المريض، وبعد أسبوع مات المريض. والأعمار بيد الله، لكن دائما نوجه النظرة السلبية. بينما دخل آخر إلى مريض آخر فقال: كيف تجد نفسك؟
إني أرى عليك البسمة متهللة، وأرى النور في وجهك، وأراك في جمال لم نعهده من قبل. أنت لست بمريض، بل أنت إنسان في قمة الصحة والعافية. فرفع من معنوياته، فما مضت أيام إلا وعاد الرجل إلى عمله. فلماذا دائما ننظر إلى النظرة السلبية؟ لماذا نضع نقاط السلبية في نصب أعيننا؟ الولد فشل في دراسته، فماذا نصنع؟ الأب مباشرة يقول لهذا الولد: أنت فاشل، أنت لا تصلح، أنت عندك خلل، أنت لا تصلح إلا للطعام والشراب، أنت حياتك كالبهائم تماما، لا تصلح إلا للطعام والشراب. فيحبط الولد ويقول: أنا فاشل، وتدخل هذه إلى أعماقه ثم يتأثر بها. بينما ذا صنعت والدة أديسون الذي اخترع الكهرباء، وكما أسلفنا القول 1400 براعة اختراع لهذا الرجل. عندما جاءتها ورقة من مدرسته أنه قد فشل في الدراسة، فاحتفظي به في بيتك. قلبت الورقة. ينبغي علينا أن نقلب الورقة بالعكس، دائما أن نقرأ بالعكس. في مجتمعاتنا يجب أن نقرأ العكس، لأننا دائما نضع النقاط على المنطقة السلبية، ننظر إلى المنطقة الفارغة من الكوب ولا ننظر إلى المنطقة الإيجابية. ننظر إلى ما يحبط المعنويات وإلى ما يحطم النفسيات، ولا ننظر إلى قوة الرجل وإلى شخصية الرجل. قد يكون الرجل فالحا ناجحا صالحا قويا عزيزا متينا متمكنا، فإذا وقع، وكلنا يقع، لا يمكن لإنسان إلا أن يقع، فرسول الله مع جلالة قدره وقربه من ربه ومع ذلك وقع في البلاءات. وقد رأينا كيف تعامل معه أصحابه، كيف تعاملوا معه، وكيف رفعوا من معنوياته، وهو رجل مقرب من ربه تبارك وتعالى. كانت النظرة الإيجابية. قال لسيدنا أبي بكر: يا أبو بكر، لقد أرسلني الله عز وجل رسولا للعالمين. قال: صدقت وأنا آمنت بك. مباشرة أعطاه دفعة معنوية عظيمة. أما نحن ننظر إلى الفشل وننظر إلى النقاط السلبية عند بعضنا البعض فينحبط هذا الإنسان. والله في مساجدنا يأتي إليك شاب ليقرأ القرآن وهو يلدغ في حرف من الحروف، لا يخرج معه حرف من حروف اللغة العربية. يأتي إلى الشيخ ليقرأ، يقول له الشيخ: هذا الحرف لا تستطيع أن تخرجه، فأنت لا تصلح للقراءة. فيحبط في معنوياته وينهار ويترك حفظ القرآن. بينما يذهب إلى آخر يقول له: أنت حروفك ما شاء الله كلها متكاملة كالذهب تماما، عليك أن تستمر بالقراءة والله سيفتح عليك، وإني أرى فتحا قريبا لك. الله يخرج هذا ويحمل الكتاب بقوة ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن. كذلك في الدراسة. ماذا صنعت هذه الوالدة التي أخذت علومها من الإسلام؟ قلت لكم إن الغرب أول ما أراد أن يتطور وأن ينهض راح يدرس الإسلام، وإن كان هناك من يحاججني فليقم. الغرب عندما أراد أن يتطور وعندما أراد أن ينهض راح فدرس الإسلام، فأخذ علوم الإسلام وأخذ كيفية تعامل المسلم مع المسلم فطبقها في الجسد، أو عفوا اعذروني، طبقها في الروح، وبقي الجسد عندنا. وهذا ما قاله ذلك الفيلسوف الكبير، الفيلسوف الألماني، حينما قال لذلك الصحافي العربي التونسي، قال: يؤسفني أن أقول لك إن جسد الإسلام عندكم وإن روح الإسلام عندنا. أتدرون متى قال له ذلك؟ حينما قال هذا الصحفي التونسي، قال: الذي انهار بنا وردنا إلى الحضيض هو الإسلام. أتدرون ماذا أجابه؟ قال له الفيلسوف: والذي نهض بنا وطورنا ورفعنا فوقكم هو الإسلام.
ولكن يا هذا يؤسفني أن أقول لك إن جسد الإسلام عندكم وروحه عندنا. ماذا صنعت الأم؟ قلبت الورقة وقالت لولدها إن المدرسة تقول أنه لا يوجد مدرس فيها مؤهل أن يعطيك العلوم، فأنت عبقري وأنت ذكي وأنت صاحب فكرة وإبداع. ففعلا أبدع الرجل وانتقل من إنسان فاشل في مدرسته إلى مبدع عظيم. من أين هذا؟ من الإسلام. من الإسلام. نظرت إلى زوجها: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. مباشرة نذكره بصفات عظيمة لنرفع من بعضنا البعض. وانظروا إلى حديث رسول الله: وإنه ليأخذ بالقلب والفؤاد. انظروا فإنه حديث خطير. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدد هذه النظرة، هذه النظرة يحددها رسول الله بالذات، فيقول: من قال هلك الناس. وجاء الحديث وأنا أقرأ الحديث بروايتين، بضم الكاف وبفتح الكاف. وانظروا إلى هذا المعنى وإلى هذا الترابط، وانظر إلى البلاغة النبوية. أما بضم الكاف فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاك. ليقول لك رسول الله: إذا نظرت لإنسان بسلبية وحطمت من معنوياته فإن الجزاء من جنس العمل، ستحطم أنت وستنهار أنت. وكثر أولئك الذين يتنافسون فيحطم أحدهم من معنويات الآخر ويقلل من قيمته وينظر إلى سلبياته حتى لا ينافسه في مكان ما، على مستوى الدراسة، على مستوى العلم، على مستوى الزعامة، على مستوى الريادة، على مستوى القيادة، وقس على ذلك في كافة المستويات. فإذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو أول الهالكين. ثم قال عليه الصلاة والسلام بفتح الكاف: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الله 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 يا رسول الله. الله الله. انظر، فهو أهلكهم، أي أنهم في نجاة وقوة، ولكن كلمات هذا الرجل هي التي أهلكت الناس، يعني هو سبب إهلاكهم. وكأنه يقول لنا: إياك إذا وقع أخوك المسلم أن تنهار فوقه وأن ترمي سهامك فوقه، إنما ارفع من معنوياته، تجاوز عن السلبيات، لا تنظر إليها، دعها جانبا، لا تهمنا. نحن قوم إيجابي، نحن قوم إيجابي، نحن قوم لا نرضى بالهوان ولا نرضى لمسلم أن يكون مهان. المسلم فينا دائما قوي، فعندما يحرص بعضنا على قوة بعضنا سيقوينا الله وسنكون أقوياء. أما دائما نظرتنا سلبية لبعضنا ولمحلاتنا ولمؤسساتنا ولمتاجرنا ولدروسنا ولعلومنا، حتى لمشايخنا، حتى لعلمائنا، حتى للقادة فينا، دائما ننظر نظرة السلبية. أين الإيجابية أيها الناس؟ ضع تعليقا عبر الفيسبوك الذي لم يأتي إلا بالدمار، ضع تعليقا سلبيا تجد آلاف التعليقات وآلاف الإعجابات. وإذا وضعت نظرة إيجابية للشخص نفسه قد يعلق 5 أو 6 رجال فقط. أمة سلبية في كل أحوالها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بلغت القلوب الحناجر، حتى صار المسلم يظن بالله الظنون. فماذا حدث؟ أخذ رسول الله المعول وهو يضرب وهو يقول: الله أكبر، فتحت لي بلاد فارس، الله أكبر، فتحت لي بلاد الشام. في شدة الخوف والاضطراب رفع من معنويات قومه وجيشه، فكانت النجاة وكان النصر وكانت العزة. يقول الصحابة: فارتفعت معنوياتنا ولقد تمكنا فضل تمكن من هذه الكلمات التي بثها رسول الله في قلوبنا بمعنوياتنا. فاعلم أخي المسلم أن الفشل لتنجح، وإن الله لن يرضى إلا أن يسعدك وإلا أن يرفعك.
وما هي دروس الفشل؟ سئل رجل هزم في عدة معارك: كم معركة هزمت؟ قال: بل قولوا كم معركة انتصرت، فأنا لا أهزم. من وراء درسي هذا من هذا الفشل أصنع نجاحا. لذلك أقول للعاصي: إذا عصيت الله فلا تدعن الشيطان يدخل إلى قلبك، إنما انهض من معصيتك هذه وقل: ألمي وندمي على المعصية يدلني أني أمشي في طريق الله. لا يوجد إحباط، لا يوجد إحباط، لا يوجد إحباط فينا. فإذا وقع فينا أحد أو فشل أو تعرض إلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير هؤلاء يتعرضون للمكيدة في أعمالهم، في متاجرهم، في وظائفهم، نجد مباشرة السهام راحت، كما يقول العامي: وقع فكثرت عليه السكاكين. أين نحن من النظرة الإيجابية؟ أن نوقفه على قدميه، وأن ننهض به، وأن نرفعه، وأن نأخذ به عزا. الجدار إن لم تسقط به مرة ومرتين لن تستطيع أن تتسلق. النملة عندها أمل، تسقط المرة الأولى والثانية والثالثة وتحاول ثم تنجح. فالله ما أشقاك إلا ليسعدك، الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما حرمك إلا ليعطيك. واعلم أخي المسلم أن مجتمعك إن أحبط أو جاءك بكلمات محبطة لا تسمع إليه، واضرب عرض الحائط بكلامه وقل: يكفيني كلام ربي، يكفيني شرع نبيي. الله أسأل أن يعيد هذه الأمة إلى جادة صوابها، وأن تعود الأمة إلى عزها وإلى سؤددها وإلى تعاليم دينها وإلى رفعتها التي أرادها الله لها. اللهم إني بلغت فاشهد، اللهم إني بلغت فاشهد، اللهم إني بلغت فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلا تنسوا الجمع كما عودتمونا على كرمكم. أحد قواد المسلمين شعر بإحباط أمام عدوه، فماذا يصنع؟ والهزيمة صارت قاب قوسين أو أدنى. أخذ يرفع من معنويات جيشه، فخرج إليه رجل ودخل نقبا من مخرج النفايات وأزاح الصخرة من أمام الباب، واستطاع المسلمون أن يدخلوا إلى هذه الحصون، وانتصر الإسلام. فانظروا إلى آثار كلمات المعنوية في مجتمعاتنا، كيف تصنع، كيف تفجر من الفاشل ناجحا، ومن الضعيف قويا، ومن الذليل عزيزا، ومن الفقير غنيا. فيا أخي المسلم، دائما بث هذه الكلمات. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ارفع من معنويات أخيك، ارفع من معنويات ابنك، ارفع من معنويات زوجتك، من معنويات جارك، من معنويات رفيقك، والجزاء من جنس العمل. فإذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل بنيتك هذه سيرفعك وسيكون لك عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. لا تخرجنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حاجاتنا وأعطيتنا سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا. يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وسووا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام